اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انكم تكونوا في احسن صحة يا رب واحسن حال. انا امورة ودي قناتي، فيا ريت بقى لو لسه لاول مرة بتشوفي القناة اضغطي على كلمة اشتراك الموجودة تحت باللون الاحمر ولايك للفيديو اللي عجبكم. وتعالي بقى اقولك، كان في بنوته طالبه مني ان انا اشارك معاها السكين كير بتاعي يعني وكده الصباحي، فحبيت معاكم اشارك النهارده روتين بسيط قوي اللي انا بعمله. المنتجات اللي انا بستخدمها، اساسي معايا كل يوم بستخدم اللي هو الكريم المرطب اللي هو بتاع سيرافي ده. ممكن لو غالي شويه استخدمي اي كريم مرطب عادي، بس ده حجمه كبير، ويعني اخدت نص العبوه دي في حوالي 8 شهور، فده كتير قوي يعني. وممكن تقسميها طبعًا مع مامتِك أو أختِك أو أي حد، لإن هي مدة الصلاحية بتاعتها بتبقى 12 شهر من تاريخ الفتح. وباستخدم كمان التِنت، ده تِنت كده كان يعني اسم عادي خالص بحوالي 40 جنيه، وباستخدمه برضه كبلاشر، والماسكارا اللي هي بتاعة Essence، وأيلاينر اللي هو بتاع Maybelline ده، ده عامل زي القلم كده. ولكن الأيلاينر والماسكارا مش كل يوم باستخدمهم، عشان الماسكارا بتنشف الرموش شوية، ويعني لما احس ان عينيا مجهدة وكده ممكن احط ماسكارا. نيجي بقى عند العطور، انا بستخدم اول حاجة اللي هو التندر ده. ده جميل قوي قوي، وبالنسبة لي ريحته يعني احلى من برفيومز تانية كتير قوي. ريحتها مثلا يعني بتبقى اسعارها غالية ومش ثابتة. انا بحب التندر اللي هو بتاع ماي واي ده اولا. ثانيا ريحته ثابتة جميلة جدًا، باحطه على أماكن النبض، وكان سعره عبيط أوي، يعني كان سعره قولي مثلًا 10 15 جنيه بالكتير أوي. البرفيوم الأحمر ده بقى ريحته حلوة أوي بجد يا بنات، بس ده كنت جايباه من الإمارات. ريحته خطيرة، فراولة على كريز كده على تفاحة، هتحسي نفسك بونبونية كده قاعدة ماشية. ريحته جميلة قوي. خلونا بقى نعمل كده مع بعض، معمولة كده حلوة قوي للفطار، وحلوة قوي كتجهيزات يعني مدارس وكحاجات كتيرة قوي. اول حاجة طبعا بعملها هي الخميرة. حطيت معلقتين كده صغيرين من الخميرة، عليهم معلقتين كبار اللي هما بتوع الاكل دول من السكر، وحطيت عليها شوية مية دافية. انا هنا دايما بقيس المية الدافية كده بايديا، بحيث ان هي درجة الحرارة طبعا اكون ايديا مستحملاها عشان ما تموتش الخميرة. عقبال كده يعني هي ما اشوف يعني التفاعل بتاعها. اكون انا بقى نخلت الدقيق كده وجهزت الحاجات بتاعتي. استخدمت هنا 4 كوبايات من الدقيق. تمام، هنخلهم طبعا كويس. هو انا كده كده قبل ما بحط الدقيق في العلبة بنخله، بس بحب يعني انخله تاني وقت الاستخدام. وحطيت 3 معالق كده كبار من السمسم، ورشه كده من البيكنج باودر، قولي مثلا نص معلقة، ومعلقتين لبن بودر لان ما كانش عندي لبن حليب يعني، ورشة ملح كده قولي مثلا قيمة ربع معلقة. تمام. هميكس كده المواد الجافة مع بعض. وطبعا لو عندك حليب سايب يبقى ياريت قوي. استخدمت هنا كوباية الا ربع من الاكواب اللي هي المعيارية دي، كوباية الا ربع من المادة الدهنية. مكستها انا بقى يعني عملتها ميكس، سمنة بلدي على سمنة نباتي على زيت، يعني عملتهم التلاتة كده مع بعض. يعني كانت اخر حتة كده في السمنة اللي هي النباتي دي، واخر حبة في السمنة البلدي. فرحت حاطه بقى كله كده على بعضه خليط، كوبايه الا ربع. تمام. حتى برطمان اللي هو بتاع اللي انا بحط فيه السمنه النباتي ده هحط فيه دلوقتي شويه ميه دافيه، بحيث ان انا ايه يعني اخد برضو بواقي البرطمان يعني. جيت هنا برضو اخدت بواقي علبه السمنه. ودلوقتي بقى هبس العجينة كويس قوي زي ما بنعمل في الكحك بتاع العيد. ده مش كحك عيد طبعا. كحك العيد بتبقى مقادير المادة الدهنية نص مقادير الدقيق بالظبط، ولكن دي المعمولة اللي احنا بنجيبها من عند الحلواني كده والمخابز. عارفة لما تبقي معدية كده وشمها ريحتها سخنة بقى، يا الله، بتبقي عايزة كوباية شاي وتقعدي على باب المخبز اصلا يعني. فهنعملها كده النهارده مع بعض، يعني تبقى حلوة قوي للفطار، تبقى حلوة قوي للمدارس يعني. كانت جميلة بصراحة. انا هنا طبعا بزود المية تدريجيا جدا جدا. انا نزلت اول حاجة بالخميرة، وجيت هنا حطيت المية في البرطمان زي ما قلتلك، يعني هزود مية دي ممكن معلقتين مثلا.
هتشوفوا اصلا الكميه اللي انا حطيتها قد ايه، صغيره قوي. ولكن لمت معايا. العجينة دي مش بتحتاج ان هي تتعجن كتير ولا اي كلام من ده، ولا هنعجنها بقى 10 دقايق ولازم ندعك فيها كويس، لا. دي هي بس يعني مجرد ما تتلم في ايديكي وهتلاقي ايديكي كده نضفت، هي كده خلاص. اللي بيساعدها برضو على كده اللي هي المادة الدهنية. المادة الدهنية بتساعدها ان هي ما تلزقش في ايديكي، وتبقى ايه يعني ملمومة كده معاكي بسرعة. طبعا لميت كل حاجة بقى على طول كده في الحوض اول باول. وما بتاخدش وقت ابدا في العجين في التخمير، يعني قولي مثلا تلت ساعة ده بالكتير قوي. فقلت خليني كده اجهز الملبن عقبال هي ايه يعني ما ترتفع كده يعني، او تخمر او يعني ترتاح. وطبعا لو في الشتاء او الجو برد عندك شوية، ممكن تحطيها في الفرن بتاع البوتاجاز، بتدفيه كده دقيقتين وتحطيها تاني. حطيت هنا بقى ايه الملبن. جبت هنا بقى برضه معلقة من السمنة البلدي وحطيت عليها الملبن، ما حطيتش اي حاجة تاني. وممكن لو عايزة تقطعي الملبن على طول مفيش اي مشكلة. هكور هنا بقى ايه العجينة كده كور صغيرة قد حجم الليمونة بالظبط. الحجم طبعا زي ما انت عايزة. ممكن تعمليها بحجم القرص الطرية اللي هي الكبيرة دي، اللي هي بحجم القرص الطرية دي يا بنات، اللي هي الكبيرة. وتبقى كبيرة كده فاهمة، وتكتري لها الملبن. طب الملبن ده بقى مقداره ايه؟ بصي الملبن بيبقى نص مقدار الدقيق. الكيلو الدقيق يا بنات بيعمل 7 كوبايات معيارية، تمام. فانا هنا مستخدمة 4 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو و50 جرام، تمام. فانا هنا عندي نص كيلو دقيق مثلا، يبقى هستخدم عليه ربع كيلو ملبن. لو عاملة كيلو دقيق فهتستخدمي نص كيلو ملبن، 2 كيلو يبقى هتستخدمي كيلو ملبن، تمام. وحاولي تخلي كده الملبن يعني جواها حلوة كده، يعني حتة كده ايه، تقطمي مثلا تلاقي الملبنية كده دابت كده انهارت كده جوه بقك على طول. الملبن بقى كان لسه سخن كده، يعني قلت خليني اكور العجين عقبال الملبن كده ما يكون ايه، ارتاح. كنت رافعاه من على النار، ولكن برضو كان سخن لان ده يعني يعتبر برضو سكر. فالسكر طبعا يعني تخلوا بالكوا قوي منه، لو هو سخن سيبيه يبرد. انا هنا جبت يعني ايه، الاسباتيولا بتاعتي واشتغلت بيها. طبعا الاسباتيولا اللي هي البيضة دي انا عندي 2 اللي هم بتوع ايكيا دول. واحدة لونها اخضر واحدة لونها ابيض. الاخضر دي بخليها للاكل اللي هو الطبيخ يعني وكده، والبيضة دي بخليها للحلويات. عشان طبعا ده حاجة وده حاجة، يعني مش هنبوظ الاكل. فبقيت باخد كده بالاسباتيولا واحاول اكور كده ايه يعني بالراحة. جيت هنا بقى يعني اخدت كل كورة كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت فيها كورة الملبن. قفليها كويس من تحت وبططيها كده، ممكن ببطن ايديكي بس، يعني مش لازم بصوابعك قوي. فببططها كده بس ببطن ايديا واحطها على طول. عايزه اقولك ان تشكيلها مش هياخد معاكي اي وقت، وحاجه مسليه. انا هنا على طول بحب استخدم الرخام، عشان كده كان في بنوته بتقولي يعني ليش تكسرين مي وانتي بتغسلي الرخامه، يعني ليه بتحطي ميه كتير وانتي بتغسلي الرخامه. الرخامه بالنسبه لي هي سطح عمل، بحب اشتغل عليها. يعني شوفي بتغسلي ايديكي كم مره في اليوم، انا ممكن اغسل الرخامه كده. بيبقى عندي وسواس كده من ناحيه الرخامه، لو لقيت يعني دبانه واقفه على الرخامه لازم اغسل الرخامه. فعشان كده لما باجي اعمل معجنات او حاجه بشتغل على الرخامه على طول، بالنسبه لي سطح عمل ضمن نظافتها ومية فل وعشرة يعني. زي ما انتوا شايفين بقى طريقه التشكيل. هنسويها ازاي، انا بحطها في الفرن تلت ساعه من تحت، تمام. لان الفرن بتاعي مش بيشتغل فوق وتحت، شوايه وفرن مع بعض، يا اما فرن يا اما شوايه. فبحطها تلت ساعة من تحت كده على الصاج، يعني بحط الصينية بتاعة الفرن دي بخليها تالت مستوى تحت الفرن، يعني الفرن اهو في بعديه مستوى والمستوى التاني، فيعني تاني مستوى من فوق او تالت مستوى من فوق بالظبط. تقعد معايا تلت ساعة من تحت و... وايه، وبديها بقى لون من فوق. لما عملنا القرص اللي هي القرص الطرية اللي هي كانت السادة دي، نفس المقادير تقريبا مع اختلاف النسب بس في حاجات بسيطة. كنا عاملين ايه، كنا دهنين وشها لبن عشان تدينا اللون الحلو. طبعا طريقة جميلة وكل حاجة، بس دي انا ما دهنتهاش لبن ولا اي حاجة. يعني هي زي ما هي كده، لان اصلا ما كانش عندي حليب سايب زي ما قلتلك. طبعا لو عندك حليب سايب وسايب يعني وعايزة تعجني بيه هيكون احسن كمان. ولو عندك بقى معلقة قشطة كده فاهمة، ما تستخسريش فيها يعني.
وعايزة اقول لك برضو ان القرص دي او المعمولة دي هتديكي يعني كأنك بتاكلي، عارفة قرص كده او بكاكين، او اللي هي الكماك تقريبا، اللي هي اللي انتي بتاكليه بس جواها ملبن، يعني عارفين الاحساس ده؟ مش الاحساس اللي هو بتاع كحك العيد اللي هو الدايب قوي ده. آه، فدي بتكون طرية شوية. طلعوا معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي بالظبط ال3 صواني اللي هما بتوع البيتزا، ولكن انا هبقى المهم في صينيتين. بصوا بقى شكلها حلو جدا. على طول بقى زي ما انا كده حطيتهم في صينيتين زي ما قلتلك، ومش هديهم ميه ولا اي حاجه، انا هديهم طحنت كده على طول معلقتين كده من السكر البودر، وقلت خليني ارشها بقى عليها كده وهي طالعه سخنه. عايزه اقولك بقى ان هي ما شاء الله كميه بسيطه، بس والله ربنا كان مبارك فيها وكتير قوي اكل منها، وفطرنا منها تاني يوم يعني. اللي دقها كتير. كان جايلي ناس حبايبي يعني وكده مره واحده طبعا، يعني مش ضيوف ولا اي حاجه، لا دول حبايبنا كده يعني. فجايين بقى على الريحة اللي هي ريحة معجنات بتتعمل او ريحة حاجة حلوة بتتعمل. فعلى طول بقى يعني عملت كوبايتين الشاي بتوعنا وقعدنا كده. فبجد حاولي لما تعملي حتى حاجة، حتى ولو حاجة بسيطة، انك تطعمي منها اي حاجة. جيرانك بقى مش شرط يكون حد محتاج، بس انا لو حد جاري محتاج وحد جاري يعني مش محتاج، اكيد هطعم المحتاج يعني. فيعني بتبقى بصي بركة، ربنا بيبارك لك في الحاجة، وبتبقى يعني ايه، بتبقى حاجة جميلة واحساس جميل كده، انتي بتحسي بارتياح، فاهماني؟ حتى ولو حاجة بسيطة والله، طبق صغير كده بيبقى تدويقة كده، لكن عارفة لما تبقي قاعدة وحاجة حلوة كده تجيلك على الجاهز بقى، بيبقى احساس ايه، ساعات الانسان بيبقى محتاج انا عايزة حاجة حلوة بس مش عايزة اقوم اعمل حاجة حلوة. فممكن بقى تصادف كده مع حد مثلا وتحسي بقى يعني هتاخدي ثواب كتير، فاهمة؟ وربنا طبعا هيبارك لك في الحاجة ويبارك لك في حياتك يعني عموما. بصوا جيت بقى اعمل ايه، كوبايه قهوه. طبعا انا ده ما بقتش يعني ما كنتش بالنهار، انا كنت لسه فتره من شويه. دلوقتي مش بالنهار، احنا دلوقتي كنا العصر. فحبيت برضه اشارك معاكم كده اليوم. حطيت لي بقى القهوه بتاعتي. انا مش بشرب قهوه كتير الفتره دي عشان الكافيين يعني كده والبيبي والحاجات دي. آه، فيعني ممكن اخد كوبايه القهوه دي اخطفها كده مثلا مره في الاسبوع، مع ان سبحان الله يعني انا كنت باخد قهوه دي اساسي يوميا، ممكن مرتين في اليوم. عقبال القهوه بقى ما حطيتها على النار، قلت يعني خليني اطلع بقى كده الم الغسيل بتاعي بسرعه، ولميته وسقيت الوردات بتاعتي الجميله القمر دي، ولك القله الحلوه قوي دي. مين بيحب ميه القله؟ يعني بعشقها بصراحه. القهوة بتاعتي كده كانت خلاص ايه يعني استوت. انا بحب احطها بمية ساقعة او لبن ساقع. كان عندي كده ربع استكانة كده او نص الاستكانة، لقيت فيها لبن في التلاجة، فرحت عاملة بيها يعني، عشان بحب ان هي دايما تكون بمية ساقعة، تلج، لبن ساقع كده. بس قلت خليني بقى اخد القهوة بتاعتي النهاردة بقى. بصوا انا بقعد قعدتي معظمها في المطبخ، فقلت لا خليني اخد القهوة بتاعتي النهاردة يعني عند الليفينج وكده. وقعدت شوية على التلفزيون بس، وده كان اليوم بتاع النهاردة والفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون عجبكم، وما تنسوش انكم بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة بفكركم تاني عشان تزودوا عيلتي الصغيرة قوي دي. وبجد انا مبسوطة حتى ولو احنا عيلة صغيرة، بس انا مبسوطة من كمية الدعاية وكمية الناس الجميلة اللي قلبها نضيف كده اللي عندي. بجد ربنا يديكم السعادة اللي بتتمنوها، وربنا يديكم اضعاف 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 ما بتدوري بجد والله. استودعكم في رعاية الله، احلى خير في الدنيا، مع السلامة. انا هقول لك على الحكايه كلها. وخليت ربنا سيبنا. لا انت اللي غير